كريتيف جدا، مليء بالفرحة، انعكس على وجدانها، متمسة مع الناس، ملامحها موجودة حتى في الشخصيات، عندها رؤية بصرية عالية قوي. so it's a very cumulative work. المعرض ده بيمثل لي تجربة ذاتية، ان انا بصور البنات دايما بمشاعرهم بأحاسيسهم. انها خرجت شوية من اطار التشكيل النسوي، انها تعبر عن قضايا المرأة وترسم البنات. طبعا ده شيء جميل وبديع، كأنها تعلن انتمائها للحياة بكل مفرداتها الجمالية. تجربة مختلفة لأنها بتشتغل على وجوه مألوفة، والوجوه المألوفة فيها وجوه من الحياة من الواقع، وفيها وجوه من المشاهير أو الوسط الفني إذا جاز التعبير. لكن الفترة الأخيرة حبيت إن أنا أجمع وأمزج ما بين عملي كصحفية في مجلة الكواكب وتأثري الشديد بالفنانين اللي دايما بيمتعونا بأعمالهم سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما. يعني في السينما عندنا احنا بناخد من اللوح والرسومات، دلوقتي الرسومات بقت تاخد مننا، فدي فول سيركل. حط عليها بصمتها وحط عليها الالوان بتاعتها وحط عليها كمان الخامات المختلفه عشان تظهر بشكل مبهج جدا. ولوحه كده يعني فيها وكأنها بتعبر عن شيء معين فيها، وغادة عبد الرازق بتشرب شيشه كده في الصوره. اول ما دخلت هنا وشفت الشغل من بعيد، يعني لسه كده باخد لوك سريعه، الحقيقه انبهرت. The color and the shapes and the patterns behind the figures remind me of a little bit of graffiti, which is what Shaima is doing for her PhD. She's amazing, full of knowledge, and to see her artwork here, it's mind-blowing. Such beautiful work, and hopefully we can see this work in Australia sometime. ببارك لها ومبسوط جدا انه موجود في معرض داي. والمعرض يعني يخلد في الوجدان ويخلد في الذاكرة. ألف مبروك لشيماء، نقلة مهمة جدا، خطوة مميزة. انا ببارك لك تاني وتالت ورابع وعاشر يا شيماء، دايما متألقة، دايما مجتهدة، دايما طموحة، دايما جميلة، تستحق التقدير.